السلام عليكم. في أكتوبر عام 1973 عادت إحدى الكتائب الأمريكية المشاركة في حرب فيتنام، وكان أحد أبرز المشاركين في هذه الكتيبة عريف اسمه مارك هولدر، واللي أيضا جرى تكريمه مع زملائه بعد عودته من الحرب. وبعد وصول هذا العريف مارك هولدر بأيام بدأت تظهر عليه نوبات الهلع والاكتئاب واضطراب النوم، ونصح بعض زملائه بزيارة كنيسة قريبة منه في أحد ضواحي نيوجيرسي. وفعلا بعد مرور أيام ومع تزايد سوء حالته راح مارك إلى الكنيسة، وهناك تعرف على القس ميخائيل هاربر. ومع زياراته المتكررة خصوصا كل أحد وأربعاء توطدت علاقة مارك مع ميخائيل هاربر، وصار يزور الكنيسة باستمرار وعالجه في بعض الأمور النفسية اللي فعلا شعر مارك بتحسن. عرض على مارك انه يقيم وينام في الكنيسة لفترة محددة. وبعد مرور عدة أسابيع ومثل ما قلنا تعلق مارك كان بشكل أكبر، لأنه لقى العلاج عند ميخائيل هاربر، خصوصا بعد ما يتكلم معه لساعات طويلة. وكان إيمان مارك يزود يوم بيوم بالكلام اللي يقوله ميخائيل، واستغل ميخائيل فرصة اللي لقى فيها التبعية التامة لمارك للكلام اللي يقوله لميخائيل. وبأحد الأيام جاء هاربر إلى مارك وقال له: يا مارك، هل سمعت في الآية اللي موجودة في الإنجيل إن جميع الأرواح في نظر الله مقدسة؟ طبعا مارك بما أنه ما هو متدين، ومثل ما قلت مع الوقت وحس بالعلاج والراحة النفسية اللي لقاها بالكنيسة، فقال له: وش معنى هذه الآية؟ فرد مارك بأنه ما فهم شيء. قال له هاربر: أنا راح أفهمك، اللي هو أن الله يبعث كل فترة شخص مخلص، وأنت من حسن حظك أن الله اختارك كمخلص لهذه المدينة أو لولاية نيوجيرسي بشكل عام. ويقول له هاربر: أنا أعتقد أن الرب اختارك لأنك أديت مهام كبيرة في حرب فيتنام ودافعت عن العدالة، والمهمة المنقولة لك يا مارك هي تخليص ولاية نيوجيرسي ومدينتنا الطاهرة من المومسات اللي زادوا بكثرة في فترة السبعينات والآن في الثمانينات، والقانون معهم ولا نقدر نجرمهم، ولكن من الجانب الروحاني أنت كلفت بهذه المهمة من الرب حسب الآية اللي قراها له. وطبعا أكيد أن هذا القس ميخائيل هاربر ما تجرأ وفاتح مارك بمثل هذا الموضوع إلا يوم تأكد بأنه سيطر عليه بشكل كبير روحانيا، وأنه ينفذ المهام اللي هو يقولها. فهنا مارك فكر شوي بالموضوع وقال: طيب أنا حتى لو قررت أني أنفذ مثل هذه المهام، وش الأدوات اللي عندي؟ كيف طريقة التخلص؟ قال: أنا راح أساعدك بكل شيء. ميخائيل هاربر قال: أنا أساعدك بكل شيء، حتى في أماكن دفن الجثث بجانب الكنيسة، أرض صحراوية كبيرة، وأنت فقط عليك أنك تروح بالطريقة اللي أنت تختارها، تجيب الجثث أو تتفق مع واحدة من المومسات وتأخذها وتجيبها هنا، وأنت جندي أكيد أنك تقدر على مثل هذه المهام السهلة. وفعلا بعد موافقته بأيام بدأ مارك بتنفيذ هذه المهمة بطرق وأساليب مختلفة، حتى أنه وصل في الأشهر الأولى إلى 153 ضحية، وأصبح الموضوع موضوع رأي عام والإعلام يتكلم عنه، زائد أن عدد المومسات أجلكم الله بدأ يقل بشكل كبير، لأن الأخبار بدأت تنتشر باختفاء كثير من الفتيات بعد ركوبهم مع ناس مجهولين. وكان مارك هاربر يتحرك بشكل ذكي بقيادة وإشراف من ميخائيل هاربر، فإذا حس في تقدم في تحقيقات الشرطة وأن عملية البحث كبيرة كان يوقف العمل لأشهر، شهرين 3 أشهر ما يطلع مارك ولا يستدرج ضحاياه اللي هو المومسات أجلكم الله، إلين ما يهدى الوضع ويحس إن في فرصة مناسبة فيروح مارك ويجلب ضحية ثم يخفي جثتها. ومع الوقت بدأ يقل العدد بشكل كبير، وصارت التحقيقات الصحفية أعمق، فحتى نصل في عام 1981. ولكن زي طريقة كشف القتلى المتسلسلين غالبا، اللي هو هروب أو نجاة أحد الضحايا، واللي يكون اطلع على الأقل على موقع أو على مواصفات الشخص اللي هو الخاطف، فاستطاعت فتاة أنها تهرب على بعد 12 كيلو من مركز الشرطة، كانت في منطقة صحراوية، وراحت لأحد مراكز الشرطة في ولاية نيوجيرسي. وطبعا بعد ما أعطت هذه الفتاة المواصفات للشرطة وأعطتهم مواصفات تقريبية للشخص، قاموا برسمها زي الطريقة المعتادة، وأعطتهم بعض مواصفات للسيارة، ولكن كانت دارجة السيارة أنها تكون في أي مكان، والمنطقة الصحراوية هي المنطقة تقريبا كلها صحراوية. لكن الشرطة بدأت تبحث وجلست تقريبا لعدة أشهر، وبعد عملية البحث بعدة أشهر استطاعت إحدى الدوريات وعن طريق الصدفة بأنها تستوقف سيارة مارك، ولكن لأن كان وضعه وحالته رثة، زائد المكان اللي هو فيه ما كان فيه المنطقة صحراوية وكان قريب من الكنيسة، فسألوه عن سبب تواجده هنا، وقال أنه يقيم أحيانا في الكنيسة، وأن أحد خدام الرب، وأنه دائم يكون موجود مع ميخائيل هاربر
هاربر اللي هو في الكنيسة، فتحفظوا عليه علشان يجيبون الضحية اللي هي ممكن تتعرف عليه أو تتعرف على السيارة، لأن أعطتهم بعض التفاصيل البسيطة اللي ممكن من خلالها يتوصلون لي. فبعد وصول الناجية إلى مركز الشرطة قالت إن الوقت كان مساء وتقريبا هو بنفس الطول، ولكن ما جزمت، يعني رجحت بشكل أغلب إنه هو فعلا القاتل أو اللي استطاعت أنها تنجو منه. فقالوا لها أوصف الحادثة مرة ثانية، قالت بأن كان يعني على أساس أن نروح المقر سكنه، وكأنه كان قريب من كنيسة موجودة، كنيسة صحراوية قديمة هي لها تقريبا 150 سنة، كأنه اتجه لها وقال لها أنه فعلا ساكن في كنيسة. فهنا لقوا أول شيء مشترك أو أول خيط لهذه الجريمة، لأنه قبل لا توصل هذه الشاهدة قال لهم أنه أحيانا يسكن في الكنيسة ويقيم فيها. وفعلا اتجهت إحدى الفرق إلى مقر الكنيسة، ولقوا هناك اللي هو ميخائيل هاربر اللي ما كان يعرف عن تفاصيل أنه تم القبض على مارك. فبعد المداهمة وبعد التفتيش لقوا بعض الأدوات اللي هي يعني تخص الحفر أو حتى القتل. سألوا ميخائيل هاربر اللي هو القس إن هذه الأغراض ايش تسوي بالكنيسة؟ طيب تعرف شخص اسمه مارك هولدر؟ قال ما أعرف، أنا تجيني أسماء كثيرة وكذا، حاول أنه يتوه الموضوع. قالوا إن في شخص يقول يقيم عندك في الكنيسة وإنه على علاقة فيك، ومثل ما قال رده إنه له علاقة بناس كثير، بعضهم عندهم مشاكل نفسية وبعضهم يجون يعني يصلون في الكنيسة، فيعني ما في يعني ما لقوا حجة عليه. فقالوا طيب هذه الأغراض، ومثل ما قال هذه الأغراض ما أعرف لمن تعود، وأحيانا يجوني ناس يقيمون في الكنيسة وأنا ما أقدر أمنعهم، وهذا بيت الرب، ومن هذه التفاصيل. طبعا بعد نهاية هذه التحقيقات الأولية مع ميخائيل هاربر أخذوه إلى مركز الشرطة علشان يلتقي بمارك، وممكن أنهم يصير نفس خيط القضية اللي كان مع الشاهدة اللي هو أول حاول ينكر وقالت هي إن رحنا إلى كنيسة، ومن هذه التفاصيل. فالمهم سألوا اللي هو ميخائيل، قالوا عندك خبر بأن هذا مارك؟ هم إلى الآن ما هم مشتبهين به، وقالوا يمكن هذا يستخدم الكنيسة اللي هو الجندي مارك، مو بتعليمات أي شخص. فقالوا له هل تعرف هذا الشخص اللي هو مارك؟ قال لي يعني أكيد يمر علي وكذا، مثل ما قال بكلامها الأول. طيب هل تعرف بأنه متهم بعض الجرائم وأنه كان في ضحية وكان يحاول يأخذها إلى مقر الكنيسة؟ أنكر هذا الموضوع تماما، وقال أنا هذا المكان مقدس. وقال لهم أن في جزء كبير من دور الكنيسة بأنها تحتوي أو تضم الناس الآثمين وأن اللي يحاولون يكفرون عن ذنوبهم، وفي أشخاص بقضايا مختلفة ولكن ما فيها اللي تجاوز قانوني، اللي فيها قتل وخطف، هذولا أبدا ما للكنيسة علاقة بهم. وأنا أنكر أصلا معرفتي بهذا الشخص، أعرفه أنه يجي للكنيسة ويصلي ويعني ويأخذ الدروس ومن هذه التفاصيل، ولكن لا أعرف عن أنه قاتل وأنه مطلوب أمنيا وأنه جاي يعني يختفي أو يتستر في هذه الكنيسة. وبعد عدة أشهر اعترف مارك بعد ما عقد صفقة مع الأمن الأمريكي بأنه يعني يعترف ببعض الجرائم اللي سواها، لأنه إلى الآن مو مثبت عليه كقاتل متسلسل، ولكن هذه عملية خطف يعني سهلة، يعتبرونها يعني كجريمة أو حتى كجنحة، وممكن يطلع منها يعني بإطلاق سراح مشروط. ولكنه اعترف بقضايا وفاجأ الجميع بأنه قتل حوالي 210 فتيات في ولايات مختلفة، يعني ما كان بنفس الطريق اللي هو طريق الكنيسة أو المكان القريب في ولاية نيوجيرسي، بل أنه كان يتنقل بمساعدة ميخائيل هاربر. وبعد هذه الاعترافات وطلع مارك على بعض يعني المقابر اللي دفن فيها بعض ضحاياه، وبعضهم يقول أنا يعني ناسي المكان اللي هم كانوا فيه. المهم أنهم جابوا ميخائيل هاربر مرة ثانية وحاولوا يضغطون عليه على أساس أنه يعترف، وكان ينكر بشكل كبير وقال أعرف أن هذا الشخص يجيني بالكنيسة، ولكن أبدا أنا ماني مشارك ولا يمكن أتستر على واحد مجرم مثله. المهم أنه يعني تمت إدانة اللي هو ميخائيل هاربر يعني لبعض الأدلة اللي لقوها عليه، وطلب الادعاء اللي هو إيقاع عقوبة الإعدام، لأن العدد كان كبير على مارك هولدر اللي هو عدد الضحايا. وفي هذيك المرحلة كان الحكم الإعدام موقف في أمريكا لمدة 6 سنوات. المحكمة الفيدرالية وقفت حكم الإعدام في جميع الولايات في أمريكا إلى ما يسن قانون ويكون محدد بشكل واضح جدا لعمليات الإعدام. طبعا في ناس يعني عندها لبس في موضوع أن الإعدام موقوف في أمريكا، وهذه ما هو صحيح. يعني إلى الآن في بعض الولايات تقيم حكم الإعدام، وفي ولايات لا، ترى أن الحكم الأعلى اللي هو السجن المؤبد. وبعد مداولات استمرت لعدة أسابيع، ورغم أن الصفقة كانت مع مارك على أنه يعترف بعض القضايا البسيطة، ولكن ما توقعوا أنه يصل العدد لهذا العدد من الضحايا، وكان تقريبا من أوائل القتلة
قتلة متسلسلين في قاتل متسلسل قبله في الستينات في أمريكا، ولكن هذه القضية استدعت بأنه يعني تكون عليه أحكام تصل ل 114 سنة. أما ميخائيل هاربر تم سجنه أو تم الحكم عليه بالسجن 8 سنوات وطلع تقريبا في منتصف التسعينات. ننتقل لوجه آخر من الجهاد الأخلاقي في نفس الفترة في الثمانينات. ففي منطقة المحمرة على شط العرب بين إيران والعراق كانت هناك كتيبة إيرانية تقوم بعملية سمتها عملية بيت المقدس. هذه العملية كان الهدف منها تحرير منطقة المحمرة بعد ما استولى عليها أو احتلها الجيش العراقي. وبما أننا نتكلم عن هذه العملية اللي هي عملية بيت المقدس، فودي نتكلم عن عملية تعامل مع الأسرى لهذه الجمهورية الإسلامية ما شاء الله اللي تتكلم بغطاء إسلامي وهم أبعد ما يكونون عن الإسلام، اللي هو التعامل مع الأسرى العراقيين. فكانوا يعني يضربونهم بإبر ويعني يحطون بنزين داخل جسم الإنسان ومن بعيد يضربون على مكان الجرح في طلقة نارية بحيث أنها تنفجر الجثة. هذا نموذج فقط ما كان يفعله الجيش الخميني. فاللي قاموا بعملية بيت المقدس بعد عودتهم إلى طهران بعد اللي هو تحرير هذه المنطقة أو استعادة هذه المنطقة تم تكريمهم. في جندي في هذه الكتيبة اسمه سعيد هنائي وهو محور حديثنا الآن. فبعد تكريم سعيد وزملائه في عام 1988 قبل تقريبا إعلان الحرب في إبريل عام 1988 تم تكريمهم، وبعدها جلس 4 سنوات في مدينته مدينة مشهد. وكان هذا سعيد يمر بنفس حالات الاكتئاب اللي قلناها قبل شوي عن مارك، ويمكن جزء منها لأنه كان يشارك بعملية تصفية الأسرى اللي قلت لكم عليها بشكل بشع. فكان نوبات الهلع والقلق والاكتئاب. عام 1992 وبأحد زياراته علشان يتخلص مثل ما قلنا من الآلام النفسية والاكتئاب وهذه الأعراض إلى ضريح علي بن موسى الرضا، أحد أكبر المزارات الموجودة في مدينة مشهد الإيرانية. هنائي بأنه بأحد زياراته لمقام أو ضريح علي بن موسى الرضا كان يبكي بأحد الأيام بحرقة لما شافه ولاحظه أحد الزوار، واللي جلس يتكلم معه شوي وانصحه بأنه يروح لأحد المشرفين على هذا الضريح، وهو طبعا يعني أحد وكلاء المراجع الموجودين واسمه برهان عظيمي. وفعلا تعرف موسى هنائي على برهان عظيمي واللي احتواه وجلس وقدر أنه يعالجه نفسيا وروحانيا، ومثل ما صار مع مارك يعني كان يقيم كثيرا في الحسينية وهو كان بيته قريب من هذا الضريح أو هذا المزار. وطبعا برهان عظيمي كان يساعد سعيد هنائي بشكل كبير وحتى ماديا، واستمرت علاقتهم لعدة أشهر، بل أنه كان يسأله يعني وش تشتغل؟ قال أنا أحيانا يعني إذا صارت إمكانياتي المادية كويسة أروح أبسط وأبيع بعض يعني عندي بسطة وأبيع فيها بعض الفواكه والخضروات. فيعني جلس فترة على هذا الوضع وكان يساعده ماديا اللي هو برهان عظيمي، كل 2-3 يعطيه بعض المبالغ المادية علشان يعيل أسرته زوجته فاطمة وابنه علي. فقال برهان عظيمي لهذا سعيد هنائي بما أنك أحد جنود الإمام وأنك يعني أحد الناس اللي دافعوا عن أراضي الجمهورية الإسلامية وتحرير أرضنا اللي هي المحمرة، فلا بد أن وضعك المادي يكون أفضل بكثير من الوضع الحالي. وفعلا خلال تقريبا 2.5 من عام 1995 إلى عام 1997 كان سعيد هنائي شبه مقيم في هذا الضريح، وكانت علاقته تتوطد مع الأيام ببرهان عظيمي. وخلال هذه السنتين كان برهان عظيمي يساعد هنائي بالبداية في يعني بعض الأمور المادية، يعطيه بعض المبالغ المادية، وتطور الوضع إلى أنه يشتري له تاكسي علشان يجيب الزوار اللي يجون هنا للضريح من المحطات البعيدة علشان يجيبهم بشكل متكرر. ولازم نوصف حالة اجتماعية واقتصادية كانت بمنتصف التسعينات إلى بداية 2000 جالسة تصير في إيران، ومدينة مشهد هي ثاني أكبر مدينة وهي أكثر مدينة في إيران فيها مزارات وفيها أضرحة. فكان الوضع الاقتصادي المتردي لبعض المحافظات الإيرانية، وبما أنها قريبة أيضا من الحدود الأفغانية كانوا يجون ويقيمون في المناطق العشوائية أو أنهم بنوا مناطق عشوائية قريبة من الأضرحة، فزاد عدد الأرامل وزاد عدد العوائل الفقيرة قريب من هذا المكان. هذا في منتصف التسعينات وزاد بشكل كثيف في نهاية التسعينات. وبالبداية كان الوضع يعني بالخفاء، بعض الساعات المحددة في نهاية اليوم وبعض الأماكن كذا اللي بعيدة على أطراف المدينة. أصبح الوضع لا يصير في نصف المدينة، وأصبح يكون قريب من الأضرحة مثل ما قلت بهدف زواج المتعة، يعني اللي يخلص زيارة ويرغب في زواج المتعة يعني يلقاهم على الطريق. وهذا الوضع زاد بشكل كبير. أحد الأيام وتحديدا في منتصف عام 1997 جاء برهان عظيمي
إلى سائق التاكسي سعيد هنائي، وقال له بأنه شاف بالمنام الإمام علي بن موسى الرضا اللي هو له الضريح هذا الموجود عنده، كان يبكي وفعلا يشتكي من الوضع الموجود الحالي، فلا بد أنهم يجدون طريقة للتخلص من هذه الظاهرة اللي أصبحت خطيرة في مدينة مشهد. واحتاج منك يا سعيد هنائي بأنك تساعدني، خصوصا بأن معك تاكسي وتروح وتجي، فالموضوع راح يسهل علينا بشكل كبير. طبعا سعيد هنائي لا يمكن أنه يتردد، لأنه يعتبر برهان عظيمي يعني شخص ساعده بشكل كبير سواء ماديا أو حتى روحانيا، فصار يتبعه بطريقة يعني تبعية كاملة. فقال له أبغاك تبدأ بخطة أنك تأخذ يعني وحدة من المومسات وتتفق معها على أساس أنك تبي تأخذها المكان سكن وتتصرف بطريقتك. الأهم أنهم يعني تخفيها، سواء تقتلها أو تبعدها بأي شكل كان. وكانت هذه العملية تدار بعد التحقيقات الإعلامية اللي صارت لاحقا بأن برهان عظيمي والمنفذ اللي هو سعيد هنائي وأحد ضباط الشرطة أيضا اللي ما كان معجبها الوضع، ولكن مثل ما قلت ما كان يقدر يعترض، لأن هذه قانونيا يعني بهدف، أو هذه الزيارة بهدف اللي هو زواج المتعة. واستطاع سعيد هنائي بأنه يتخلص من 16 ضحية بطرق مختلفة، والوضع بدأ يصير يعني اجتماعيا مقلق، وبدأ الموضوع يطلع يعني خارج السيطرة، وبدأ العدد يقل زي ما صار في القضية اللي في أمريكا. طبعا إعلاميا كان في تحفظ، وكانت التقارير لبعض الجمعيات بالأقوال فيها، ولكن أكيد إن كان في خلل وبينهم في الشارع أو في مدينة مشهد كان الموضوع واضح جدا بأن في فتيات كثير يختفون خصوصا بالليل. وطبعا بنفس استراتيجية مارك وميخائيل هاربر، اللي هو إذا حسوا أنه الوضع يعني صار فيه لمن بحث يعني متقدم عن هذا الموضوع وحاولوا أنهم يقربون من هذه القضية، كان يتوقف سعيد ويتوقف طبعا بتغطية وإشراف من برهان عظيمي، وأيضا مشاركة ضابط الشرطة اللي بين اسمه لاحقا في التحقيقات. فكانوا يتوقفون بالوقت اللي يبغون ويتحركون بالوقت اللي يبغون، ولكن هذولا كان عندهم مساحة أكبر من الوضع اللي كان صاير في أمريكا، لأني مثل ما قلت الوضع كأن فيه غطاء أمني زائد أنه غطاء مرجعي ديني، فالوضع اللي كان يتحرك فيه سعيد كان يعني مناسب له بشكل أكبر من الوضع اللي كان موجود في أمريكا. طبعا هذا سعيد في بداية الأمر ما كان يعلم زوجته بالتصرفات اللي يسويها أو المهمة اللي وكلت له من برهان عظيمي بأمر أو إنه شاف بالمنام علي بن موسى الرضا، ولكن بعد فترة بسيطة وحسب اعترافاته أن بعد تقريبا الجثة 11 لأحد الفتيات بدأت زوجته تشاركه، بحيث إنه يجيب يعني بعض الفتيات إلى شقته وتساعده زوجته بالتخلص منها، حتى نصل لنقطة مفترق الطرق في هذه القضية في مارس عام 2000. وبعد مثل ما قلت توالي الأحداث وما كان الأمن يحقق في أي نقطة إيجابية أو في تقدم في التحقيقات، وبعض الجمعيات الحقوقية والناشطين والناشطات الحقوقيات أو النسائيات اللي يعني يدافعون عن اضطهاد النساء، ولأن القضية بشكل مباشر يعاني منها النساء، فكانت في ناشطة حقوقية اسمها رحيل هي اللي قامت في عملية التحقيق وسافرت من طهران إلى مدينة مشهد. وهذه رحيل كانت ناشطة يعني شجاعة ودائم تعتقل، وكانت بقيادة أيضا ناشطة حقوقية مشهورة اسمها سارة محمدي من عام 1973. فبالاتفاق بينهم وبعد توالي الأحداث ومثل ما قلت محاولة الحكومة أنها تتكتم على مثل هذه القضية، قالت رحيل لابد أني أسافر من طهران إلى مشهد بشكل سري وأتابع هذا الموضوع وأكون يعني على أرض الواقع بالميدان بالشارع، علشان أعرف اللي هو اختفاء الفتيات اللي جالس يزود كان 16 وصار 18 ووصل العدد إلى فوق 40 دون تقدم، ومع مرور السنوات كلها كانت تقيد ضد مجهول. وبعد وصول هذه الناشطة رحيل إلى مراكز الشرطة في مشهد وإلى المقرات الحقوقية ومحاولة إثارة الموضوع، ولكن مثل ما قلت دون جدوى، وكانوا أصلا يتندرون عليها، بل أن الموضوع وصل عندها بحسب التقارير اللي كتبتها لاحقا أنها حاولت تسكن في فندق قريب من مدينة مشهد أو في مدينة مشهد وقريب من أحد الأضرحة، ورفضوا أنهم يسكنونها لأنها بمفردها جت، فتقول لين ما أقنعتهم بأني جاية زيارة، فهنا يعني وافقوا على أني أسكن، ولا كان ممنوع أن الفتاة تسكن لحالها، لازم يكون معها ولي أمر. يوميا تروح مراكز الشرطة، وكانت عمليات الاختفاء كل يومين 3 تختفي وحدة، فكان موضوع يعني مؤرق لها بشكل كبير، وكانت تكتب تقارير يومية وترسلها إلى صديقتها سارة محمدي في طهران. المهم أن في أحد الأيام بأحد أيام تواجدها في أحد مراكز الشرطة دخل أحد مزارعي أحد المزارع اللي هي مزارع الزعفران، ويقول بأن يطلب من الشرطة بأنهم يجون لأنه لقى أثار جثة موجودة في المزرعة. ومن حسن الحظ رحيل بأنها كانت موجودة صدفة في مركز الشرطة بعد يعني وصول هذا الشاهد أو هذا المزارع، فأصرت بأنها ترافق الشرطة، وحاولوا أنهم يثنون عن هذا الموضوع، ولكن مثل الناشطات الحقوقيات وأخذوا كثير
كثير من حقوقهم، ما بيتفرع يعني فيها، ولكن كان نظاميا عادي ممكن انها تروح معهم، خصوصا ان القضية صارت يعني قضية رأي عام ومثار جدل، ومثل ما قلت الأمن يغمض عنها بشكل متعمد. وبعد يعني معاينتها ومشاهدتها للجثة وشافت بعض التحقيقات والأمور، وجلسوا يومين 3 أيام يحاولون يحققون بالموضوع بشكل صوري أو يعني شكلي، وكان هذا الوضع ما يعجبها. أيضا قيدت ضد مجهول بأن في قاتل متسلسل وما قدرنا أن نتوصل له. ومثل ما قلت هم أيضا هذا اللي يدعم موضوع أن في أحد مشارك أيضا من وزارة الداخلية أو حتى من الأمن في مدينة مشهد مع برهان عظيمي في هذه الشبكة. وبعد شهرين وبالطريقة المعتادة لكشف القتلة المتسلسلين، لابد أن يكون في خطأ ويهرب أحد الضحايا أو الناجين من محاولة قتل. فوصلت إحدى الفتيات إلى مركز الشرطة في مدينة مشهد أو أحد مراكز الشرطة في مدينة مشهد، وأبلغت عن أنها كانت يعني كان في محاولة قتل لها يعني، وكان يعني وضعها بنفس وضع اللي هو المومسات أو اللي راحوا بعقود زواج متعة، وراحت لبعض الأماكن تقول ورحت لشقة معينة في الحي الفلاني وقدرت إني أهرب منه. وفعلا بعد ما وصل الأمن ممكن أول يغمض عن الموضوع إذا ما في شواهد أو ما في خيوط للجريمة، ولكن بعد أن أصبح الوضع واضح جدا وأن الفتاة تعرف مكان الشقة وتعرف عدد، يعني قالت حتى شخص وموجود زوجته، فراحوا وما قدروا إلا أنهم يداهمون هذه الشقة، وفعلا استطاعوا أنهم يعتقلون سعيد هنائي، واللي شافته هذه الشاهدة وقالت فعلا أنه هذا الشخص، واعتقلوه وزوجته إلى مركز الشرطة. وكان أكثر الناس المصدومين اللي هم بالشارع مع سعيد أو في الحارة عنده، واللي كانوا يعرفون أن ما له علاقات اجتماعية ولا له عداوات ولا يمكن أنه يقوم بأي جرائم، فكيف يتم اعتقاله؟ وبعدها كان اتهامه بأنه هو القاتل المتسلسل اللي له أكثر من 2 واللي ضحاياه وصلوا لحوالي 43 ضحية. وطبعا سعيد ما طول مع الأمن، وهو كان معترف ومبسوط بهذا الشيء، ويقول بأنه طهر مدينة مشهد وأنه فخور بأن الإمام علي بن موسى الرضا يعني راضي عليه، لأنه طهر مدينة مشهد من المومسات ومن الوضع اللي صار عليه، وأن هذه المدينة المقدسة المفروض أنها ما تدنس، وأنه نال هذا الشرف بأن يعني يكون بيده أنه ينهي هذه الظاهرة الموجودة أو أنه يحد من انتشاره. سعيد هنائي بالأفعال اللي قام فيها، ويطالبون بإطلاق سراحه لأن العمل اللي قام فيه هو عمل نبيل. وهنا استغلت المرجعية الشعبية القبول المبدئي الشعبي والدعم الشعبي لسعيد هنائي، فتبنت الموضوع الدعم بشكل كبير، وأن فعلا يعني هذه الظاهرة جاب لها الله واحد بطل مثل سعيد هنائي علشان يخلص مدينة مشهد المقدسة. وصار الوضع يعني دعم ديني وأيضا دعم شعبي لسعيد هنائي، حتى أنه وصل الوضع البرهان عظيمي أنه يعتلي المنابر ويتكلم بكلام كثير أو كبير عن سعيد هنائي. طيب احنا كيف عرفنا أن سعيد هنائي اللي داعمه برهان عظيمي والكواليس اللي قلنا عليها؟ فيه مخرج اسمه علي عباسي أخرج فيلم أو أنتج فيلم، وعلى فكرة هو مطلوب الآن بإيران، هو خارج إيران طبعا، وحاز عنده فيلم على جائزة الفيلم أفضل قصة فيلم قصيرة لفيلم اسمه العنكبوت المقدس، وكان يتكلم عن هذه القضية وكواليسها، وأيضا تكلم بمقال طويل عن دور برهان عظيمي بهذه القضية، وأن سعيد هنائي بأحد اعترافاته خصوصا الاعترافات الأولية كان يتكلم بالتفصيل عن دور برهان عظيمي واللي ذكرناه هنا بالقصة، وكيف انه أثر عليه وكيف انه شرى له تاكسي علشان يقوم بمثل هذه المهام. ويقول ان الأمن أو المحكمة أخفت مثل هذا الوضع علشان ما يطلع بشكل محرج اللي هو وضع المراجع الدينية، وانها يعني كانت تساعد في يعني او انها تعمل بشكل موازي ضد الأمن، وانها مع قضايا القتل وبعض التفاصيل الأخرى. يمكن لو لقيتها إن شاء الله هنا بجيب ترجمة لمقالته اللي كتبها بعد فيلمه القصير اللي أنتجه. وفي وحدة من صور مشاهد الدعم اللي كان لسعيد هنائي، تخيلوا الدعم الشعبي الكبير أو حتى المادي اللي يوصل حتى للتهديد، أن في وحدة من عوائل الضحايا والد وحدة من الضحايا كان بالبداية يطالب بحقه، وأنه يعني لابد أن يقع ويوقعون حكم الإعدام على سعيد هنائي. بعدها تراجع وسحب هذه الدعوة وقال بأن بنته أصلا آثمة وتستحق هذا المصير. فهذا حرك اللي هي الصحفية والناشطة الحقوقية رحيل، ورجعت مرة ثانية من طهران إلى مشهد علشان تقابل والد هذه الضحية وتسأله ليش إنه يتنازل عن حق بنته. وبحسب تقريرها وكلامها تقول بعد لقائي معه أنا وأحد الزملاء الصحفيين
المسؤولين، تقول بأن يعني هو جالس يبرر لنا جلس يبكي، ونحن نعرف أنهم يعني تم إغراءه بالمال ولا تهديده بشكل كبير. فتقول أشر على بنته، بنت هذه الضحية اللي صارت، اللي هي هذا المومس أو اللي راحت تتزوج اللي هو زواج المتعة، فيقول أشر عليها وقال له يعني أنا علشان أربي مثل هذه البنت خلاص لابد أني أنسى، ومهما اشتكيت ومهما يعني صعدت الموضوع ما راح ترجع أمها، فلذلك أنا أبغى أعيش اللي باقي لي من السنوات علشان أربي هذه البنت تربية صالحة وما تطلع زي أمها، ومن هذه التفاصيل. فتقول في قرارة نفسه خصوصا بعد ما بكى عرفت أنه يعيش في ضغوط كبيرة علشان يسحب هذه الدعوة ضد سعيد هنائي. مداولات وأخذ ورد لهذه القضية لعدة أشهر وتقارير إعلامية حتى وصلت إلى خارج إيران، فتم الحكم في تاريخ 17 إبريل عام 2002 على سعيد هنائي بالإعدام شنقا للجرائم اللي هو أقر فيها. ورغم النطق بالحكم ما كان يعني متأثر بشكل كبير، ويقول أنا الحمد لله مثل ما قال إنه يعني نفذ عملية أو إنه نفذ هذه الأشياء لهدف نبيل.